من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. شريح القاضي وكان مثلا يحتذى به. هذا رجل احتكم إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لما سقط درعه، فأخذه كتابي يهودي فسرقه وأخذه وادعى أنه له، فاحتكم الاثنان عند القاضي شريح، فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال إن الدرع درعي والله ما بعته ولا وهبته. أما الكتاب فقال إن الدرع درعي وأنا لا أكذب أمير المؤمنين، لكن ليأتي بشاهد أو ببينة. أمير المؤمنين لم يكن معه شاهد، لذلك قال رضخت للحكم وأمسك، فحكم شريح للكتابي بأن يأخذ الدرع. حكم له على أمير المؤمنين، على الحاكم، على السلطان، على الرئيس، على الكبير الذي يدير أمر الأمة بأسرها. ثم ما كان من علي إلا أن شكر للقاضي شريح فعله، ثم انصرف علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال الكتابي أي اليهودي هذا القاضي يحكم على أمير المؤمنين ويعطيني الدرع رغم أن الدرع لأمير المؤمنين، والله ما هذا إلا من أفعال الأنبياء. ثم عاد إلى علي وأخذ به إلى شريح وقال إن الدرع لأمير المؤمنين وأشهد أن الدرع له، وأنا كذبت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه أما وقد أسلمت فإن الدرع لك إن شاء الله. هذا موقف إيجابي لقاض عظيم تسبب في إيمان رجل كتابي لما رأى الحكم قائما على العدل. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.